ذكريات مع الفنان صباح الخياط. مرتين يمي بكت مسحت دمعها وشكت، مرتين يمي بكت مسحت دمعها وشكت، قالت لي دارت بي دنياي من يوم راح وعافني هواي، قالت لي دارت بي دنياي من يوم راح وعافني هواي، واحلامي كلها انتهى، واحلامي كلها انتهى. التراث العراقي الغنائي حفل بالكثير من العلامات المبدعة التي ظهرت عبر تاريخه الحافل بالأوجاع والمسرات، ومن العلامات المشرقة لذلك التراث هو الفنان صباح الخياط. فهو صباح جبار شلتاغ شرهان الزيرجاوي الذي ولد بمدينة الثورة في العاصمة بغداد عام 57 و900 وألف. دخل المدرسة الابتدائية بمدرسة ذيقار، ومن ثم التحق بالمدرسة المتوسطة في مدرسة صلاح الدين المتوسطة في مدينة الثورة آنذاك. مساء الخير عليكم، وأني اليوم أحد ضيوف هذا البرنامج، برنامج ذكريات. أنا اسمي الفنان صباح الخياط. هذا هو الاسم الشهرة يعتبر، لأنه أنا فعلا خياط، لكن الاسم الحقيقي هو صباح جبار شلتاغ. فبديت حياتي الفنية كبداية كمشروع مطرب، يعني 1980 تقريبا، وكان شاغلي ومشغولي هو الوحيد أن أكون عازف عود. فأصريت أنه لازم أعزف هذه الآلة، لأنه هذه الآلة هي آلة راقية وآلة جميلة. فبصراحة بديت أتمرن أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات يوميا حتى أصبحت عازف عود جيد. تعلم العزف على آلة العود بدون معلم، حيث كان يعزف بالفطرة ويترجم ما يسمعه من موسيقى وغناء. بدأ يغني منذ الصبا، متأثرا بالمطرب الكبير حضير أبو عزيز وداخل حسن، إلا أنه دخل مرحلة الشباب فاختار لونا غنائيا خاصا به، وقد تميز في الأغاني الخفيفة ذات الإيقاع السريع. سجلت أول أغنية، كانت هذه الأغنية أغنية شالة ما بعد نلقاه، اللي غناها الفنان الراحل رياض أحمد. فهذه كانت أنا مسجلها أغنية كاسيت. أنا بداياتي كانت مطرب كاسيت، يعني مو مطرب إذاعة وتلفزيون. فبدأت أغاني تسرب ياخذوها بعض المطربين يغنوها ويصوروها وحتى يشتهرون بها أكثر من عندي، لأنه يسجلوها على بالإذاعة والتلفزيون، وأنا ذاك كنت مطرب، يعني مطرب شعبي وليس مطرب إذاعة وتلفزيون. شالوا ما بعد يا مدري بعد ما سجلت هذه الأغنية، أغنية شالة ما بعد نلقاهم، اللي غناها الفنان الراحل الله يرحمه رياض أحمد، لأنه أنا كنت بصراحة مطرب كاسيت. فبعد هذه الأغنية سجلت أغنية مرتين يمي بكت، برنامج اسمه 59 دقيقة، كان يبث أسبوعيا على قناة العراقية. فهذه الأغنية حقيقة فتحت لي أبواب وعرفتني الناس، وبدأ اسم صباح الخياط يذكر كفنان وكنجم عراقي. وهذه الأغنية قبل لا أسمعكم فد مقطع من هذه الأغنية اللي هو كتب كلماتها الشاعر المبدع سعدون قاسم، تحية لهذا الإنسان الراقي. هذه الأغنية قصتها أنه أكو فد إنسانة عندها علاقة بشخص، وهذا الشخص تركها وراح.
فبدت تجي تشتكي همها لهذا الشاعر سعد بن قاسم. يقول جتني اكثر من مره او مرتين يمي بكيت، فاستخدم هذه المفرده وكتب عليها وسواها اغنيه، والحمد لله انتم سمعتوها الاغنيه واخذت مجالها، فراح نسمعكم من عندها بالمقطع. اجت تشكي الفراق ويا المحبي، بكت والدمعه طاحت بين ايديها، انخبط خيط الكحل وي دمعة العين، وحكت لي عليها ومو عليها، مرتين يمي بكت مسحت دمعها وشكت، مرتين يمي بكت مسحت دمعها وشكت، قالت لي دارت بي دنياي من يوم راح وعاف نواي، قالت لي دارت بي دنيا من يوم راح وعاف نواي، واحلامي كلها انتهى، واحلامي كلها انتهى. لحن لغيره من المطربين أمثال رياض أحمد وياس خضر وأديبة، ويجيد من أطوار الأبوذية طور العياش والعنسي واللامي والغافلي، إضافة إلى الأغاني الريفية الحديثة. يقول صباح الخياط: كنت أشعر بقرب صوتي إلى صوت الفنان جبار ونيسة لما كان يحمله من شجن وصدق بالأداء، وتأثر بصوت الموسيقار الكبير فريد الأطرش. بعد هذه الأغنية اللي هي سمعتوها مرتين بشت، إن شاء الله نأمل أنه تكون عجبتكم هذه الأغنية. فعلى الفنان أنه إذا يقدم عمل يفترض العمل اللي يجي بعد هذا العمل يعني حتى لا يكون بمستوى هذا العمل هم يعتبر مرفوض، لأنه تقدر تقول ما قدر يقدم فد شيء أفضل، يعني بقى يراوح بنفس المكان، فهذا مرفوض. فقدموا لي مجموعة نصوص وبديت أحاول أبحث عن نص جميل وتكون الأغنية أفضل من هذه الأغنية. فالحمد لله رسيت على أغنية اللي هي أغنية العفتني من بعد ما ولعتني، اللي كتب كلماتها الشاعر المبدع جبار صدام، وطلب من عندي الدكتور حكمت تحياتنا لهذا الإنسان الراقي أنه أسجل هذه الأغنية ومجموعة أغاني. فسجلت هذه الأغنية العفتني وحققت نجاح أوسع بعد لصباح الخياط، وبدت الناس تردد أغاني، وبدت الناس تدعيني بالحفلات، وحتى صار عندي سفر خارج القطر بسبب هذه الأغنية أو غير هذه الأغنية. يلعفتني يلعفتني من بعد ما ولعتني، يلعفتني يلعفتني من بعد ما ولعتني، قلت ما يوم انساك ضاع تعبي وياك، قلت ما يوم انساك ضاع تعبي وياك، ضيعتني يا ظالم ضيعتني، ضيعتني ضيعتني. بدت الناس تعرف صباح الخياط يعني على مستوى أوسع وأكثر، فاحتياجي الفنان يلاقي بعض المحبين وأيضا بعض المعارضين إليه، فيقدر هو يشوف شلون يرتب حاله على هذه الحالة. فأكثر من شخص قالوا صباح الخياط ليش ما مثلا تروح تختبر الإذاعة حتى تكون مطرب معتمد. أنا مطرب شعبي ومطرب معروف على مستوى، إضافة لهذه رحت إنه أختبر، فكانت اللجنة يختبروني الفنان الكبير طارق القراغلي، نوجه له تحية وإن شاء الله صحة وسلامة يا رب.
والفنان محمد جواد أموري ضمن اللجنة، كان تحياتنا لهذا الإنسان الراقي. والفنان المرحوم عباد جميل، والفنان المرحوم ياسين الراوي، والفنان محمد نوشي، الله يرحمهم جميعا. فاختبروني، اشادوا بالالحان مالتي، يعني بنسمعهم احنا كصوت، هم دا يسمعون الحان. فاجازوني واعتمدوني، قالوا انت تكون ملحن ما تكون مطرب، وانا مطرب على مستوى شارع يعني معروف يعني. والناس من خلال تسجيلاتي يتصلون بي يقولوا لي الناس تتسابق على شراء الكاسيتات مال صباح الخياط، بتشوفها بكل سياره موجوده، تشوفها بكل محل موجوده، تشوفها بكل بيت موجوده هذه الاغاني. واللجنه ما اعتمدت صباح الخياط انه يكون مطرب، قالوا تراد لك فتره تسقط صوتك وحتى تجينا متكامل، رغم ما قالوا لي هذه الملاحظه بالنسبه لهم. ولكن انا اصريت انه استمر بمسيرتي الفنيه، وبعد فتره بعد هذا النجاح الكبير رحت، واخيرا قالوا انت تصلح كمطرب وملحن. أخذت البعض من أغانيه بالانتشار عربياً، حيث غنت له الفنانة أنغام أغنية أبو عيون السود، والفنان وليد توفيق أغنية حايرة. شاعر هذه الأغنية كان هو بدايته شاب، بداية اسمه كاظم عبد العلي، تحياتنا لهذا الفنان، هسه أصبح شاعر كبير يعني. فقدم لي هذا النص الغنائي وعجبني ولحنته وغنيته، ومثل ما تعرفون انه يمكن مضى المطرب العراقي وحتى عربي غنى هذا النص الغنائي واخذت المجال واصبحت اغنيه عربيه. حايره والشوق بين عيونك خايفه، تحبين ويلومونك. حايره والشوق بين عيونك خايفه، تحبين ويلومونك. والله بنص الدرب محتاره، ما تعرفين هذا العشق واسراره. باقيه بنص الدرب محتاره، ما تعرفين هذا العشق واسراره. والسمر ذبل سواد عيونك حايره، والشوق بين عيونك. شارك الفنان صباح الخياط في العديد من المهرجانات المحلية والعربية، وحاز على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية. وبعد هذه الأغنية انفتحت لي آفاق جديدة، وسفر خارج القطر، وشاركت بعدة مهرجانات، وقدمت أعمال جديدة، وحتى كانت الفنان العراقي هو كان متميز بهذه المهرجانات، والجمهور يحب الأغنية العراقية حقيقة، يعني لها صدى كبير. وتوجهت لي دعوات خارج البلدان العربية، الدول الأوروبية، لكنه تعرفون فترة التسعينات شوية صعوبة بالسفر والفيزا والشغلات هذه يعني. بعد هذه الفترة رجعت إلى العراق، وشاركت في مهرجان بابل، وشاركت بعدة مهرجانات ومحافظات، وقدمت الكثير من الأعمال، ولحنت بالفترة الأخيرة مجموعة ألحان إلى مجموعة المطربين الرواد والمطربين الشباب. لحنت مجموعة أغاني للفنان ياس خضر، من ضمنها أغنية آيا ليل اللي صورها، وثلاث أغاني سجلها. ولحنت أغنية سلاما عن العراق الوطنية، الأغنية الفنان حاتم العراقي. وحتى ملحنين بدأوا يتصلون بي ويغنون من ألحان، مثل الفنان نصرة البدر غنى أغنية من ألحاني اللي هي أتمنى روح الصيغ ترى تجيكم، غناها هو مع الفنان صلاح حسن. تحياتنا لهذا الفنان المبدع والفنان صلاح حسن. والفنان الشاب وليد الشامي أيضا اتصل بي وانطيته عمل، وما راح نقدر نذكر هذا العمل لأنه حصل على هذا الأغنية.
وكثير من الفنانين اللي بصراحة ما تحضرني أسمائهم، لكن احنا عندنا عتب بسيط على الإخوان الفنانين اللي غنوا أغنية حايرة، يعني فد عدد كبير حتى أنا ما تحضر أسمائهم، لكن أحب أحيي الفنان الشاب الوحيد اللي هو هذا استأذني بأغنية حايرة، الفنان الموزع الموسيقي الملحن صاحب الصوت الجميل المبدع الخلوق حسام كامل. تحياتنا لهذا الفنان الشاب، حقيقة يعني هو ممكن يعني يقدر يغني الأغنية بدون ما يستأذني، لكنه هذه أخلاقه هو، فاتصل بي وحضرت له هاي الأغنية وحضرت له مجموعة أغاني لأنه يستاهل، فنان خلوق وفنان مبدع. هذا هو مشوار الفنان صباح الخياط. إن شاء الله نكون قدمنا لكم أعمال حلوة وتليق بكم، وأنا بصراحة كان بدي أطول وياكم لكن هذا وقت البرنامج ما يسمح بي، وإن شاء الله يا ربي أقدم لكم الأفضل بالأفضل وتحياتي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل. تحياتي إلى قناة أغانينا والسادة المسؤولين عن هذه القناة، تحياتنا لهم من أول واحد إلى آخر واحد، وإن شاء الله نقدم لكم كل وهو جديد ومفيد، وإن شاء الله يليق بكم كجمهور مثقف. ذكريات مع الفنان صباح الخياط. لمين طشني الوقت طشت رماد بريح، لا بي قوم وقمت لا بي صوتي يصيح، دوار بي الوكيل فرني ألف فرة، مرة تصل للسماء وللقاع أصل مرة، كل ذرة من اللي بكتير ريح وقست وياها، شي من اللي راح بهوى وشي من اللي راح بما. لميني لا مو صعب بصيح بي فلان، من الماء يجي من الهوى ألتم وصير إنسان.